النهارده عاملين مع بعض حبة ملوخية خضراء، بجد مش عايزين غير رغيفين عيش وودن قطة كده وبألف هنا وشفا. يلا بينا مع بعض نعملها. محتاجين ربطة الملوخية، وهنقطفها بالشكل ده. هناخد في الأول ورق الملوخية من فوق، وهنسيب فيه جذور من تحت. اما بقية الفرع بتاع الملوخية هناخد الورقة بتاعته بس. هنغسلها كويس جدا، انا ممكن الملوخية اغسلها فوق ال10 مرات لحد المية بتاعتها ما تكون صافية خالص. هناخدها هننشفها كويس، وبعد ما تنشف خالص هنقوم حاطين عليها قرن فلفل وخرطينها بالمخرطة لحد ما تبقى بالشكل ده ناعمة. انا عندي شوربة بتاعت فراخ، هنحط عليها معلقة من التقلية بتاعت الملوخية. هي عبارة عن ايه؟ 6 فصوص توم، ومعلقة كبيرة كده محترمة من الكزبرة الناشفة، وربع قرن فلفل صغير، ربع. حبة حامي حبة بارد زي ما تحبي. هننزل بالملوخية على الشوربة وهنقلبها تقليبة، وهنسيبها تغلي يا دوبك تقوم كده غلوة سيكة صغيرة. وحطينا، انا حاطه رشه سنه على طرف المعلقه من الكربوناتو عشان تتم خضره معايا. التقليه بقى هننزل بمعلقه سمنه كبيره، وهننزل بالتقليه بتاعتنا اللي هي الثوم والكزبره الناشفه. انا عشان الشوربه بتاعتي سمينه فما حطيتش سمنه ياما. هننزل بيها على الملوخيه، وبعد كده هنسيبها تقوم قومه بس كده، وهنطفي على طول، يعني ما تستنياش اصلا تغلي، قومه بس. واهم حاجه الملوخيه ما بتتغطاش لمده 5 دقايق من بعد ما بتعمليها، او 10 دقايق كمان. بصوا الجمال. وما تنسوش تتابعوني على كل صفحاتي عشان يوصلكوا كل جديد.